ما جاش عليك وقت قبل كده وكنت مضغوط قوي في شغلك او عندك اي حاجه في حياتك مضايقاك، ولقيت اول ما بتتضايق او اول ما بتضغط بطنك بتقلب وبتكركب وبتحس ان في حاجات غريبه فيها؟ طب سمعت قبل كده عن حاجه اسمها القولون العصبي؟ يعني ايه اصلا قولون عصبي؟ وبعدين حتى لو هو عصبي ما يتعصب ولا يولع، انا مالي؟ وبعدين ايه علاقه اني ابقى مبسوط او متضايق باني عايز اكل ولا لا؟ وعلى العكس، ليه مره اكل اكله احس بعدها ان انا مبسوط في حين اني ممكن اكل اكله تانية ما يبقاش ليها اي تاثير عليا ولا كاني كلت اصلا؟ المفروض ان كل دي انفعالات، مبسوط، متضايق، متوتر، مضغوط، كل دي انفعالات دماغي هي اللي بتحس بيها. ايه بقى علاقه بطني بالموضوع؟ الحقيقه ان في مقوله مشهوره بتقول لك your gut and your brain talk to each other and when the guts talk your brain listens. يعني امعائك ودماغك بيتكلموا مع بعض، ولما امعائك تتكلم دماغك تسمع. طيب يعني ايه الكلام ده؟ وازاي اصلا بيتكلموا مع بعض وايه اللي بيحصل؟ هحكي لك. الامعاء فيها حوالي 39 تريليون من الكائنات الحيه الدقيقه، ولو ركزت انا قلت لك انا تريليون اللي هو واحد وجنبيه 12 صفر. الكائنات الحيه الدقيقه دي اسمها مايكروبيوم، ودي عباره عن بكتيريا وفيروسات وفطريات، ولكن اغلب التكوين بتاعها بكتيريا. وزن الميكروبيوم ده تقريبا قد وزن دماغك، وعلشان كده في علماء كتير بيسموا الميكروبيوم او البكتيريا اللي موجوده جوه امعائك دي سكند برين، الدماغ التاني، مش بس علشان وزنها اللي قد وزن دماغك، لا، ولكن علشان الطريقه اللي بتشتغل بيها وتاثيرها كمان عليك زي ما هقول لك دلوقتي. في 2004 في مجموعه من العلماء جابوا مجموعتين من الفئران، مجموعه شالوا الميكروبيوم او البكتيريا بتاعه المعده بتاعتهم من المعده بتاعتهم، والمجموعه الثانيه سابوها بالبكتيريا بتاعتهم، وعملوا لهم حاجه اسمها ستريس تيست، اختبار ضغط. يعني ببساطه اختبار مجهد، زي ان هم مثلا يسيبوا قطط عليهم، ولقوا ان الفئران او المجموعه اللي هي ما عندهاش ميكروبيوم او بكتيريا استجابت للستريس او الضغط ده بشكل اكبر من المجموعه اللي عندها بكتيريا. وده معناه ببساطه ان الميكروبيوم ده او البكتيريا بتاعت امعائك دي بتتحكم في انفعالاتك والطريقه اللي انت بتستجيب بيها للي بيحصل حواليك. طيب نيجي للسؤال المهم بقى، ازاي شويه بكتيريا تبقى قادره للدرجات دي، وازاي اصلا بتتواصل مع الدماغ وبتاثر عليه؟ بص يا سيدي، البكتيريا اللي في امعائك دي بتنقسم لنوعين: بكتيريا نافعه طيبه جود بكتيريا، وبكتيريا ضاره شريره باد بكتيريا. والاثنين دول دايما في خناقه مع بعض، كل مجموعه عايزه تبقى هي المسيطره واللي عددها اكبر. كل البكتيريا دي كلها بقى بتتواصل مع بعض باشارات كيميائيه وهرمونات زي اللي دماغك بتتواصل بيها، وكمان بتقدر تستقبل وتحلل اشارات كيميائيه وهرمونات جايه لها من الدماغ: سيروتونين، دوبامين، جابا، استروجين، وهكذا. كل ده عن طريق حاجه اسمها جات برين اكسس. اكسس ده يعني محور زي طريق، فهو فعلا في محور في جسمك ممتد ما بين دماغك وامعائك، والمحور ده اسمه العصب الحائر، الفيجاس نيرف. والعصب الحائر ده هو المحور اللي فيه طول الوقت هرمونات واشارات كيميائيه طالعه نازله ما بين دماغك وامعائك. والمحور ده بيمتد من جذع الدماغ وبينزل بيتفرع لاجزاء صغيره متصله باعضائك الداخليه، تتحكم بقى في الحركه الدوديه للامعاء، للتقلصات اللي بتحصل لك، بل كمان في معدل ضربات القلب حتى. وعلشان اوريك قد ايه البكتيريا اللي في امعائك دي قادره وفجره، لقوا ان الاشخاص اللي مصابين باكتئاب الميكروبيوم او البكتيريا اللي جوه امعائهم مختلفه تماما عن الاشخاص الاصحاء او السويين نفسيا. ومش محتاج اقول لك طبعا ان البكتيريا الضاره هي اللي كانت غالبه في التحاليل او في الميكروبيوم بتاعه الاشخاص المكتئبين. وبكده تقدر تفهم او تربط ان البكتيريا الضاره دي كانت بتفرز انفلاماتري كيميكالز او كيميائيات ضاره، فالمواد دي بتوصل للمخ، والمخ بيبتدي يوزعها على الاعضاء الداخليه جوه جسمك. ولما ده يحصل هتلاقي ان صحتك الجسديه والنفسيه في الارض، كل ده بسبب شويه بكتيريا. طيب نيجي لسؤال تاني مهم، ايه اللي بيخلي اصلا في جسمك عندك بكتيريا نافعه او بكتيريا ضاره؟ احنا عندنا الاثنين، بس ايه اللي بيخلي مجموعه تغلب مجموعه؟ خد عندك اول حاجه نوعيه اكلك. كل ما اكلت اطعمه مصنعه اكتر زي الفاست فود مثلا او السكر او انواع لحوم حمراء مصنعه، كل ما البكتيريا الضاره عندك هتزيد. الادويه والمضادات الحيويه اللي انت عمال تبلعها كل شويه قادره ان هي تغير من النسب بتاعه البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره. السن، كل ما سن الانسان بيكبر كل ما التنوع ما بين البكتيريا النافعه والضاره بيختلف. جوده النوم، قله النوم او جوده النوم اللي مش كويسه بتعزز من افراز البكتيريا السيئه وافرازها للمواد الكيميائيه اللي بتسبب الالتهابات. النشاط والرياضه، كل ما كنت بتتحرك ونشيط كل ما ده عزز نمو البكتيريا النافعه في جسمك. فنفهم من كده او نستنتج من كده ان الانسان لازم على قد ما يقدر يحافظ على توازن البكتيريا النافعه في جسمه. ولو جينا فكرنا هنلاقي ان في كذا طريقه لده، الموضوع سهل مش صعب. اولها هو انك ما تاكلش اي اكل مصنع، وتحاول انك تخلي اكلك كله حاجات اورجانيك او طبيعيه، او على الاقل بتبقى معموله بطريقه صحيه. وتاني حاجه اسمها البريبيوتيك، والبريبيوتكس دي باختصار هي الغذاء اللي بيتغذى عليه البكتيريا النافعه اللي احنا عايزين نزودها في جسمنا، ودي زي اللبن، الثوم، البصل، الشوفان،
الموز، كل دي حاجات او اكل بتحتوي على بريبيوتكس كويسه تقدر تغذي البكتيريا النافعه اللي جوه جسمك. اما ثالث حاجه بقى وهي اسمها بروبيوتكس، ودي مكملات غذائيه فيها البكتيريا النافعه جوه كبسوله بتاخدها، واول ما بتبلعها الكبسوله دي بتفك والبكتيريا النافعه دي بتنتشر في جسمك وبالتالي نسبتها تزيد. او مش شرط كبسوله، ممكن تلاقيها موجوده في حاجه زي الزبادي مثلا. وعلشان كده لو تاخد بالك لما بتاكل شويه زبادي او رايب بتحس براحه في معدتك اكتر. فبعد كل الكلام ده تقدر دلوقتي تستنتج مدى اهميه البكتيريا النافعه دي جوه جسمك، وبالاخص اللي موجوده جوه امعائك او جوه جهازك الهضمي، واللي تقدر تعتبرها يور سكند برين فعلا، او مخك الثاني زي ما العلماء بيسموها، واللي بيبقى ليها دور كبير قوي في صحتك النفسيه والجسديه. وبالتالي لازم تهتم بنوعيه اكلك، بنشاطك، بنومك، بالمكملات الغذائيه اللي بتاخدها، بانفعالاتك. كل دي حاجات لازم تحافظ عليها وتاخد بالك منها. فبعد كده لما تتعصب وتلاقي بطنك ابتدت تكركب، تفتكر الميكروبيوم، وافتكر اذا كنت عملت لايك وشير للفيديو ولا لا، سبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.